فصل في شروط الصداقة. صداقة الإخوان الخلص العواني لها شروط عدة على الرخاء والشدة والرفق والتلطف والود والتعطف وكثرة التعهد لها بكل معهد. البر بالأصحاب من أحكم الأسباب والنصح للإخوان من أعظم الإحسان والصدق والتصافي من أحسن الإنصاف. دع خدع المودة وأوجها مسودة فالمحض في الإخلاص كالذهب الخلاص حفظ العهود والوفاء حق لإخوان الصفا. عاملهم بالصدق واصحب بحسن الخلق والعدل والإنصاف وقلة الخلاف ولاقهم بالبشر وحيهم بالشكر. صفهم بما يستحسن وأخف ما يستهجن وإن رأيت هفوا فانصحهم في خلوى. بالرمز والإشارة وألطف العبارة إياك والتعنيفا والعذل العنيفا. وإن ترد عتابهم فلا تسئ خطابهم وأحسن العتاب ما كان في كتابي والعتب بالمشافهة ضرب من المسافهة. وعن إمام النجل فاتك كل فحل عاتب أخاك الجاني بالبر والإحسان حافظ على الصديق في الوسع والمضيق. فهم نسيم الروح ومرهم الجروح وفي الحديث الناطق عن الإمام الصادق من كان ذا حميم ينجي من الجحيم. كقول أهل النار وعصبة الكفار فما لنا من شافع ولا حميم نافع. فالقرب في الخلائق أمن من البوائق فقارب الإخوانا وكن لهم معوانا. لا تسمع المقالا فيهم وإن توالى فمن أطاع الواشي سار بليل عاشيه وضيع الصديقا وكذب الصديقا. وإن سمعت قيلا يحتمل التأويلا فاحمله خير محمل فعل الرجال الكمل. وإن رأيت وهنا فلا تسمهم طعنا. فالطعن في الكلام عند أولي الأحلام أنفذ في الجنان من طعنة السنان. فعد عن زلاتهم وسد من خلاتهم. سل عنهم إن غابوا وزرهم إن آبوا واستنبع عن أحوالهم وعف عن أموالهم. أطعهم إن أمروا وصلهم إن هجروا. فقاطع الوصال كقاطع الأوصال إن نصحوك فاقبل وإن دعوك أقبل. واصدقهم في الوعد فالخلف خلف الوعد واقبل إذا ما اعتذروا إليك مما ينكر. وارع صلاح حالهم واشفق على محالهم وكن لهم غياثا إذا الزمان عاثا.